7 حاجات هتخرجك من حالة اللا سلم واللا حرب اللي انت فيها دي، وتديك دفعة لقدام وتغير نظرتك عن الأمور. أول حاجة، فاكر نفسك مميز قوي كده؟ استنى بس. ساعات الواحد بيحس إن مشاكله ووجعه شيء فريد، حاجة مختلفة عن كل الناس، وبالتالي هو متمسك بيها قوي ومش عايز، لأنها بقت جزء من هويته. بس أنا هقول لك المفاجأة، إن أنت مش مميز قوي كده. كتير قبلك اتوجعوا نفس الوجع، ومروا باللي انت مريت بيه، وعدوا، وانت كمان هتعدي. تاني حقيقة، مش هتتحرك في مكانك عشان انت مش واثق في نفسك. طب اقول لك المفاجأة، مش لازم تثق في نفسك. احنا ليه بنستنى الثقة الاول وبعدين نتحرك؟ لما نتحرك ونعمل انجاز، والثقة هتيجي لوحدها، جاية جاية ما تقلقش. اعمل اللي خايف منه تحت اي ظرف، الثقة هتيجي لوحدها. تالت نقطة، الحماس مش كل حاجة. الشغف ده بتاع العيال التوتو، احنا بنبدأ والحماس بيحصلنا، احنا نجري والحماس هيجري ورانا، والله هيجري ورانا. لما بتعمل اللي انت مش طايق نفسك وانت بتعمله، بس عشان هو المفروض يتعمل، بتلاقي نتيجة. لو قعدت مكانك مش هتتحرك خطوة. رابع نقطة، طريقة مشيتك يا بيه، طريقة مشيتك بتحكي قصة طويلة. امشي ظهرك مفرود وواثق من نفسك، ما تبقاش هدف سهل، ما تمشيش مستسلم وضعيف. جسمك بيحكي حكاية طويلة وانت مش دريان. خامس نقطة، الخوف مش انت، الخوف شعور عادي بيجي وبيروح، ضيف تقيل شوية، بنسمح له ياخد وقته ويعدي. وبالرغم من اننا خايفين وساعات مرعوبين، بس بتكمل عشان الحياة لازم تكمل. سادس نقطة، مش لازم تتعافى تماما عشان تبقى قوي. الشفاء حاجة والمرونة النفسية حاجة تانية. المرونة إنك تعرف تلم نفسك وتقف تاني بعد كل صدمة، ترجع أقوى وأسرع وأحلى. كل مرة بتقوم فيها بتكون أسرع في الرجوع. رقم 7، أنت مش لوحدك. افتكر دايما إنك مش لوحدك، في ناس هتساعدك. أنت مش محتاج ثقة كاملة ولا حماس دائم. ابدأ بس، وافتكر إنك مش فريسة لحد. عيش الحياة بكل ما فيها، عشان تيجي في لحظة من اللحظات تقول أنا عشتها بجد. لو أول مرة تشوفوني أنا رشا، وبشارككم حاجات يا ريتني كنت عرفتها من زمان، يمكن كانت فرقت كتير.